بالنسبة لفيتشي نورماديرم فده غسول معمول أساسا للبشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة للحبوب، وطريقة شغله ذكية جدا وموزونة، مش عنيفة ولا قاسية. القصة بتبدأ من أول ما تحطه على وشك. أول حاجة الغسول بيعملها إنه بيشيل الدهون والأوساخ اللي على البشرة، وده عن طريق مواد تنظيف لطيفة زي الكوكا بيتاين والصوديوم كوكايل جلايسينيت. ودول مش صابون قاسي، بالعكس ده بينظف كويس من غير ما يسلخوا البشرة أو يكسروا الحاجز الطبيعي بتاعها. يعني وشك بيطلع نظيف بس مش مشدود ولا ناشف. تاني حاجة بعد ما ينظف الغسول يدخل على خطوة مهمة قوي، وهي السيطرة على الدهون، وده بيتم عن طريق الزنك جلوكونات والساليسيليك أسيد، وطبعا بتركيز خفيف. الزنك يقلل الإفرازات الدهنية، والساليسيليك يدخل جوه المسام وينظفها من جواها. والنتيجة دهون أقل، مسام أهدى، وفرص حبوب أقل، من غير ما البشرة تحس إنها اتعاقبت. والساليسيليك هنا مش معمول كمقشر قوي، هو موجود عشان يمنع انسداد المسام ويقلل الرؤوس السوداء ويساعد الحبوب تهدى مع الوقت. ناس كتير فاكره بقى ان غسول بشره دهنيه يبقى لازم ينشف، وده غلط. هنا الجليسرين بيتدخل والبروبانيديول والبيتيلين جلايكول، دول ماسكين الميه جوه الجلد، فبعد الغسيل بشرتك تبقى نظيفه بس لسه طريه ومرتاحه. والغسول فيه حاجه ذكيه قوي، وهي البايفيدا فيرمنت لايسيت، وده مكون بيدعم ميكروبيوم البشره، يعني يقلل التهيج ويخلي البشره اقوى ويخليها تستحمل علاجات تانية بعده زي السيرم او ادويه حب الشباب. كمان في سيتريك اسيد والصوديوم هيدروكسيد، ودول يظبطوا البي اتش عشان البشره ما تتلخبطش ولا تفرز دهون زياده كرد فعل. طيب ايه دواء استعمال غسول الفيتشي نورماديرم؟ اول حاجه بنوصفه للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب. لما افراز الدهون يزيد المسام تبدا تتسد والبيئه تبقى مناسبه لظهور الحبوب والرؤوس السوداء، فالغسول بقى بينظف الدهون الزايده وينظف المسام من جواها ويقلل العوامل اللي بتشجع الحبوب تظهر. مش علاج للحبوب نفسها، ولكنه مفيد جدا لما يكون سبب الحبوب دهون وانسداد المسام. كمان بنوصفه للرؤوس السوداء والبيضاء. الرؤوس السوداء بتطلع لما الدهون والخلايا الميته تفضل محبوسه جوه المسام. وجود الساليسيليك اسيد بقى في الغسول بيمنع تراكم الدهون جوه المسام ويقلل تكوين رؤوس جديده مع الاستمرار عليها. هو يعتبر مش مقشر علاجي يشيل الموجود فورا، ولكنه بيقلل ظهور الجديد ويحسن الملمس مع الوقت. كمان بنوصفه لحالات اللمعان والدهون الزايده في البشره. في ناس بشرتها بتلمع بسرعه وتحسها متكتمه كده حتى بعد الغسيل. الغسول هنا بيظبط افراز الدهون عن طريق تنظيف لطيف. وجود الزنك اللي بينظم نشاط الغدد الدهنيه مش بينشف البشره ولكن بيخليها متوازنه. كمان بنوصفه الحب الشبابي الخفيف للمتوسط. في الحالات دي حبوب بسيطة، حبوب بتظهر وتختفي، مفيش التهاب شديد، الغسول ينفع كخطوة تنظيف أساسية ضمن بروتوكول العلاج، وبيساعد يقلل العوامل اللي بتزود الحبوب. مش بديل عن العلاج الدوائي، ولكنه بيساعد العلاج يشتغل في بيئة أنظف وأهدى. والمميز في الغسول انه بيوصف للبشره الدهنيه الحساسه. في بشره دهنيه ولكنها بتتهيج من الغسولات القويه، تحس بشد او حرقان بعد الغسيل، فالغسول ده مناسب جدا لانه خالي من الصابون والمنظفات اللي فيه لطيفه مش شديده. وكمان البي اتش بتاعه مظبوط، فبينظف من غير ما يكسر الحاجز الجلدي وان كان فيه شويه عطور خفيفه. كمان بنوصفه اثناء استخدام علاجات حب الشباب الموضعيه زي الريتينويدز، البنزايل بروكسايد، مضادات حيويه موضعيه. فالغسول مش بيتفاعل مع العلاج وبيقلل التهيج الناتج عن الغسيل، وكمان بيحافظ على ترطيب الجلد. طيب هل الغسول ده كده كله مميزات؟ لا، اكيد في عيوب للغسول ده. اول حاجه الغسول ممكن يسبب جفاف خفيف مع الافراط في الاستخدام، لانه بيحتوي على الساليسيليك اسيد ومواد منظمه للدهون. فلو استخدمته اكتر من مرتين في اليوم او مع روتين فيه احماض قويه وريتينويدز كتيره، بعض الناس تحس بشد خفيف، جفاف بسيط، خصوصا في الجو البارد او مع البشره الحساسه. هو مش عيب قاتل، ولكن محتاج استخدام مظبوط زائد مرطب مناسب معاه. كمان مش مناسب للبشره الجافه او البشره شديده الحساسيه. لو البشره جافه جدا او فيها اكزيما نشطه او متشققه، فالغسول ممكن يزود الاحساس بالشد ويسبب عدم راحه. كمان تأثيره على الحبوب محدود. الغسول مش علاج لحب الشباب دايركت، مش هيشيل الحبوب الملتهبة ومش هيمنع ظهورها لوحده. يعني اللي مستني الغسول يعالج الحبوب هيخيب له أمله. هو مجرد خطوة تنظيف ضمن بروتوكول كامل. كمان الساليسيليك اسيد مش مناسب لكل الناس، في نسبة قليلة من الناس عندهم تحسس من الساليسيليك اسيد. دول ممكن يحسوا بلسعة، حرقان بسيط، واحمرار، والحالات دي الأفضل تبعد عنه. كمان وجود عطر او برفيوم، رغم ان العطر خفيف ولكن مرضى الحساسيه الشديده او اللي بيفضلوا الحاجات انها تكون خاليه من العطور ممكن يعتبروا دي نقطه سلبيه. طيب كلام جميل، ايه بقى الجرعه وطريقه الاستعمال؟ الجرعه بتكون مرتين يوميا صباحا ومساء. اما في حالات البشره الحساسه او في علاجات قويه هتستخدمها معاها فالافضل تكون مره واحده يوميا. بالنسبه لطريقه الاستعمال فبناخد كميه صغيره كده قد حبه البسله ونحطها على بشره مبلوله وندلك بلطف بحركات دائريه لمده 20 ل 30 ثانيه، وبعد كده نشطف كويس بميه فاتره ونتبعه بعديها بمرطب مناسب للبشره الدهنيه. ويفضل طبعا نتجنب منطقه العين. وفي ملاحظات مهمه اثناء الاستخدام، ان لو ظهر جفاف او شد نقلل الاستخدام لمره يوميا. لو هنستخدمه مع ريتينويد او بنزال بروكسايد يفضل استخدامه برضه مره يوميا ونأكد على الترطيب.
أما في حالة وجود تهيج أو حرقان مستمر فنوقف ونراجع الروتين. وطبعا لا يستخدم على بشرة متشققة أو ملتهبة بشدة بعد تقشير قوي أو ليزر مباشرة، أو لو في تحسس معروف من الساليسيليك أسيد.